تمتد على مساحة واسعة تبدأ حدودها من الجزائر وتنتهي في ليبيا مرورا بتونس. تسمى الطبقة الألبية وهي أكبر احتياطي مياه عذبة في العالم، إذ يبلغ حجم المياه في هذه الطبقة حوالي 50 ألف مليار متر مكعب من المياه. الامتداد الجغرافي لهذه الطبقة يمنح الجزائر نصيب الأسد بحوالي 70% من إجمالي امتداد الطبقة الجغرافي، ويمنح ليبيا 20%، بينما لا تملك تونس منها سوى 10%، وذلك حسب ما تظهره خرائط المسح الجيولوجي لهذه الطبقة الجوفية. إدارتها كانت دون قيود عالمية إلى حدود العام 2005، أين وقعت البلدان الثلاثة مجتمعة على اتفاقية لضمان إدارة عادلة للمياه، بينما عوهد إلى مرصد الساحل والصحراء مهمة مراقبة الاتفاقية. لكن كيف يتم فعليا استغلال هذه الطبقة المائية الجوفية؟ وهل تخفي مشاهد الفلاحة المزدهرة بولاية وادي سوف على سبيل المثال بصحراء الجزائر استغلالا مفرطا لهذه الطبقة الحيوية؟ هذا قد يفنده توقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمرسوم يفعل اتفاقية إرساء آلية تشاور حول التصرف في المياه الجوفية المشتركة، وأصبحت مسألة حوكمة استغلال هذا الكنز المائي أكثر إلحاحا، خاصة مع مخاطر الجفاف المتنامية في فعل ندرة التساقطات وتغيرات المناخ. إذ دعت اللجنة الاقتصادية بالأمم المتحدة الخاصة بأوروبا كل من تونس والجزائر وليبيا إلى إعداد حزمة إجراءات عابرة للحدود وقطاعية لإيقاف تضرر الصحراء واستنزاف خزانها المائي.